السلام عليكم. قبل اي حاجه ما تنسى تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ولو انت اول مره بتشوف حكايه شيو ناسخ القدرات فانصحك تروح تشوف الجزء الاول علشان تفهم الاحداث. رابط الجزء الاول في الوصف او في علامه الاي اللي تظهر لك فوق على الشمال. وبس، مشاهده ممتعه. وبنشوف بعد كده في اليوم التاني كان الحارس سونج عمال بيخبط على الباب بتاع شيو وبينادي عليه، فبيفتح شيو الباب وبيكون معاه ايري. بعد كده بيسأل سونج هو عمال بيخبط عليه ليه. بيقوم سونج معرفه ان في حد من القصر الامبراطوري عايزه في موضوع مهم، وده خلى شيو يستغرب ليه حد من القصر الامبراطوري عايزه هو، وعلشان كده بيروح شيو عشان يشوف مين اللي عايزه. وبيجي هنا المرسول يعرف شيو ان هو لازم يجي معاهم للقصر الامبراطوري حالا، وده خلى والدين شيو قلقانين جدا عليه. بس ايري بتطمنهم وبتعرفهم ان مفيش اي مشكله هتحصل. وبنشوف بعد شويه كده شيو ماشي مع المرسول، ولما المرسول بيلاقي شيو عمال بيبص يمين وشمال في القصر براحته بيعرفوا ان هم جايبينه هنا علشان يعمل تلج، مش عشان يبص اللي هنا وهناك. بمعنى تاني انه ما يبصش للخدامات وزوجات الامبراطور علشان راسه ما تودعش جسمه. المهم في اثناء ما شيو كان ماشي كده بيقول في نفسه ليه هم اختاروه هو علشان يعمل تلج ليهم، مع ان ايري هي كمان بتقدر تصنع التلج وعندها مهاره اقوى منه بكتير وخبره كمان، وتقدر تصنع لهم كميات مهوله من التلج. وبنعرف بعد كده ان شيو وصل لجناح في القصر، اسم الجناح ده هو تشايبو. وبيكون شيو متضايق جدا لانه برضه لسه لحد دلوقتي مش فاهم اي حاجه. بس المرسول بياخد باله ان شيو متضايق فبيبص له كده بنظره مرعبه وبيقول له انت متضايق ولا ايه. وبيسال شيو لو كان متضايق انه جاي لقصر الامبراطور ومتضايق يشتغل عندهم، وده خلى شيو يتضايق. وبيعرف المرسول ان هو مش متضايق علشان جاي عند فخامه الامبراطور بذات نفسه، هو بس قلقان وخايف ومتوتر لما يقدرش يعمل لهم كميات التلج اللي عايزينها. فبيهدى المرسول وبيعرف شيو انه ما يقلقش وانهم مخططين لكل حاجه. وبعد شويه بيكونوا هما الاتنين وصلوا عند الامبراطوره اللي بيبداوا يقدموا لها في التحيه. اللي بتسال المرسول بعد كده مين الشخص اللي واقف جنبه ده. بيقوم المرسول معرفها ان بسبب الحراره اللي في الجو فهم جابوا شخص يقدر يصنع التلج علشان يلطف المكان، وهيحاول انه يصنع كميات من التلج تكفي جميع مراتات الامبراطور. وهنا الامبراطوره بتقول لشيو بكل تبجح وتكبر انه يروح يشتغل زي العبد. وبيتعرف شيو وهي ماشيه انها لو عرفت انه لو عمل حاجه مع الخادمات هتعمل معاه الجلاشه وهتخليه واحده من خادماتها. وهنا المرسول بيطمنها وبيعرفها ان اول ما شيو يخلص كميات التلج اللي هيعملها هيمشي على طول من غير ما يزعج اي حد. ده في حين ما كان شيو عمال بيبص على الامبراطوره كده وبيقول في نفسه ان ليه دايما الاغنياء والناس اللي معاهم سلطه بجحين ومتكبرين ووقحين. المهم بنشوفه بعد كده زي العبد الذليل عمال بيشتغل وبيعمل لهم تلج، بس بيكون باين عليه التعب الشديد من كتر استخدام قوته اللي بتستهلك كميه كبيره من الطاقه بتاعته. بس بتيجي شويه خادمات كده لشيو وهم معاهم طبق عنب، وبيعرفوا شيو ان دي هديه مخصوص علشانه. طبق عنب يا عزيزي هديه علشانه. وهنا شيو اول ما بيشوف العنب ده بيفرح جدا بيه وبينزل يفضل ياكل فيه، وهو عمال بيقول ان العنب ده طعمه حلو جدا. عامه بيرد عليه المرسول وبيعرفه وهو واقف جنبه ان صاحب الهديه ده شخص طيب جدا وان بيدي العنب ده للناس كمكافاه وحتى المحظيات. بمعنى تاني يا عزيزي مراتات الامبراطور، بمعنى تاني ان العنب نادر جدا في عالمهم واكلها راقيه مش بياكلها غير الملوك. وطبعا شيو اول ما بيسمع الكلام ده بيعزم على المرسول واللي معاه انهم ياكلوا العنب، وبيعرفهم ان اكله هنيه تكفي 300. وده خلى المرسول يعجب بشيو نوعا ما. وبعد كده المرسول بيعرف شيو ان هم رايحين دلوقتي لجناح روري، والمرسول بقى بيفضل يحكي لشيو بيعرفه ان جناح روري ده كان قصر الامبراطوره ديدي بس ماتت من زمان ودلوقتي بقى جناح روري. المهم ما نشغلش بالنا بالتفاصيل التافهه ديت وندخل في المهم مع عزيزي. بيكمل المرسول اللي بنعرف ان اسمه ليه كلامه وبيعرف شيو ان الاميره مينجي هي اللي عايشه في جناح روري دلوقتي، والمرسول بينصح شيو انه ما يفكرش يضايق الاميره مينجي. وبعد شويه بنشوف شيو والمرسول وصلوا عند الاميره مينجي اللي بيلقوا عليها التحيه، بس بتكون الاميره مينجي قاعده بتتمرجح في المرجحه. فبيبص شيو على مينجي ومينجي بتبص على شيو، فبيبص شيو تاني على مينجي وهنقضيها بص يا عزيزي. بتقوم الاميره مينجي مفاجاه شيو كده وبتقلب له على الوش التاني حماده طرشان، وبتقول في نفسها على شيو ان هو شكله كده مش عاجبها. وهنا الخادمه بتاعتها بتحاول تهدي في اعصابها شويه. المهم عزيزي الاميره مينجي بتقول لشيو ان بعد ما يخلص ويعمل التلج يمشي من هنا في اسرع وقت وانها مش عايزه تشوف وشه مره تانية. وهنا طبعا شيو كان عمال بيقول في نفسه هو ليه كل الستات اللي في القصر ده بيبصوا له بدنيويه، هو للدرجات دي عزيزي التبجح بتاع الاغنياء ده ملوش حدود. وبعد كده بنشوف ليه وشيو ماشيين مع بعض، وهم ماشيين كده شيو بيسال المرسول ليه لو كانت الاميره مينج ايقظت قدرتها ولا لسه. بيقوم المرسول معرف شيو ان هي فعلا ايقظت قوتها وان قوتها طلعت عنصر النار. طبعا يا عزيزي بما ان شيو بيقدر ينسخ القدرات فكان
بيفكر ازاي هيقدر ينسخ قدرتها، بس كده هو محتاج يلمسها، بس بعد كده بيستوعب ان هو مش هيقدر يلمسها، ولو لمسها راسه هتتقطع، فمش مهم ينسخ قدرتها، حياته اهم. وبعد شويه ليه بيقطع تفكير شيو وبيعرفوا ان هم هيروحوا دلوقتي لمرات الامبراطور التاسعه. عزيزي الامبراطور متجوز 9 ولا كام؟ هو الامبراطور بيتجوز كام في العاده؟ هو مش الشرع محل ال4 بس ولا ايه يا عزيزي؟ المهم فده خلى شيو يفكر مع نفسه كده وبيقول ان هي اكيد هتعامله وحش زي ما التانية عملوه بدنيويه وحسسوه ان هو انسان حقير. بس ما بنعرفش ايه اللي حصل بعد كده. وبينتقل بينا المشهد لشيو وهو ماشي مع ايري اللي بيسالها هي ليه جت تاخده النهارده. بتقوم ايري معرفاه ان ده بسبب ان اللي كانوا بيحاولوا يقتلوه ما تمش القبض عليهم لسه، وان للاسف يعني الحراس بتاعه ضعفاء، فهي قررت ان هي تيجي علشان تحميه. فده خلى الكلام ده عزيزي خلى كده شيو يتحرك كده ويحس ان هي مهتمه بيه، وعلشان كده بيسكت من كتر احراجه. وبعد كده بنشوف شيو وايري ماشيين في السوق، لان شيو كان عايز يشتري بسله وبزلابيه ونعبي الكرش يا عزيزي ونعمل ملوخيه، بس هي بتعرفه ان هي مش جعانه علشان تاكل معاه كل الاكل ده. لكن شيو كان مصر انه ياكل زلابيه، وبالفعل بيروح عند واحد وبيطلب منه 3 اطباق زلابيه، وده خلى ايري تستغرب ان شيو هيقدر ياكل 3 اطباق زلابيه كاملين. فبيقوم شيو معرفها ان هو اشتغل كتير النهارده في القصر الامبراطوري واستنفذ طاقته كلها، فحرفيا يقدر ياكل جاموسه بحالها. وعلشان نختصر الاحداث عليكم بننتقل لليوم اللي بعد كده بعد ما شيو خلص كل الاكل ده. في اليوم التاني كان شيو خلص الشغل بتاعه كالعاده وكان هيموت ويرتاح، ولما بيخرج بيقول له واحد من الحراس انه ما ينساش يجي بكره علشان يكمل شغله. وهنا شيو بياخده على قد عقله وبيقول له ان هو هيجي بدري علشان يعمل لهم تلج، لكنه في الحقيقه عمال بيقول في نفسه ان هو زهق منهم وبيكرههم كلهم. وبنشوف بعد كده في اليوم الثالث كان شيو في الشغل برضه وكان عامل زي الزومبي، وهو عمال بيقول للمرسول ليه لو كان مبسوط كل يوم وهو شايف شيو عامل زي الموميا. وده خلى المرسول ليه يفضل يضحك على ليو لما بيشوف شكله، وبيعرف ليو ان هو ما يقلقش وان كل اللي عمله ده هيتكافئ عليه لانهم بيحضروا له مفاجاه حلوه جدا النهارده. وده خلى شيو يستغرب كده وبيساله مفاجاه ايه، فبيقوم المرسول ليه مطلع له صندوق كده فيه بلوره، وده خلى شيو ينصدم كده وهو عمال بيساله ايه البلوره دي. بيقوم المرسول ليه معرفه ان دي بلوره يوان، وبيفضل بقى المرسول ليه يطبل في عظمه البلوره ديت وقوتها هو وكل اللي شغالين معاه علشان شيو ينبهر. المهم المرسول بعد ما بيخلص تطبيل هو واللي معاه للبلوره ديت بيعرف شيو ان دي هتستحق كل جهده، لان البلوره ديت هتساعده جدا في تحسين قوته وزياده سرعه التدريب. وبنشوف في اليوم اللي بعد كده ايري كانت اخدت بالها من حاجه وهي قاعده جنب شيو اللي كان عمال بياكل، وهنا ايري كانت بتعتقد ان فوق سطح احد البيوت شخص بيراقبهم من بعيد. المهم بيكون شيو خلص الاكل بتاعه اخيرا، ولما بيلف ظهره كده بيلاقي في وشه ايري، وايري بعد كده بتساله لو كان شبع ولا لا، بس هو لما بيسمع صوتها بيتفاجئ وبيسالها هي بتعمل ايه هنا. بتقوم ايري مطلعه له سره من الدنانير وبتحاول انها تديها لشيو، بس هو ما كانش قابل وعمال بيعرفها ان دي فلوسها وهو مش عايز ياخد منها فلوس، لكنها بتصر ان ليو ياخد الفلوس ديت. وده اللي خلى ليو مستغرب كده ومتفاجئ ايه الالحاح ده. وفي نهايه المطاف بياخد شيو السره، ما هو طبعا في حد بيعرض عليه فلوس ببلاش، وعامل نفسه بقى ان هو كده زعلان يا عيني، لكنه من جواه كان مبسوط جدا وهو عمال بيقول في نفسه علشان كده الشباب بيتجوزوا السيدات العجوزه في اوروبا علشان الشوجر دادي وشوجر مامي وهكذا. عامه بيقول ان هو دلوقتي شبع جدا وطاقته رجعت زي ما كانت ويمكن احسن كمان، ومن كتر الطاقه اللي بيمتلكها يقدر يضرب 10 بقرات. بتقطع كلامه ايري وبتعرفه ان هم لازم يرجعوا للبيت حالا. وبعد كده بنلاقي ان كان في مختلين على السطوح كانوا عمالين بيتكلموا مع بعض وبيقولوا ان طول ما ايري جنب شيو فمش هيقدروا يعملوا له حاجه، لكنها مش هتفضل دايما جنبه وهيخلصوا عليه قريب. وبننتقل بعد كده اليوم اللي بعديه عزيزي وبنشوف شيو اللي كان عمال بيفكر مع نفسه وبيقول ان هي لما الاكاديميه تفتح ويروحها مش هيلاقي وقت كتير يروح فيه بسبب القصر الامبراطوري اللي كل شويه هيستدعيه. ده غير كمان انه مش عايز حد يعرف موضوع شغله في القصر الامبراطوري. بس بتجيله فجأة فكرة كده في دماغه، وبنشوف شيو بعد كده وهو شايل مكعب تاكي كبير جدا وفي حارسين عمالين بياكلوا ايس كريم، والحراس دول كانوا عمالين بيقولوا ان شيو راجل طيب جدا علشان عمل لهم ايس كريم وكمان جاب لهم فطار وكمان لطف لهم الجو. في الوقت ده كان رئيس الحرس عمال بيبص على شيو وهو عمال بيقول في نفسه ان شيو بيتعامل مع الكل بطبيعته وبطريقة عادية بدون تكبر. وفجأة بيجي واحد كده معدي فبيسأله شيو هو رايح فين، بيعرفوا الشخص ده ان في جريمة حصلت وهو رايح يسلم ملفات القضية للسيد ليو رئيس الحرس. بس شيو بيقول له استنى يا اسطى، تعالى انا هروح مكانك وخد انت كل البطيخ المتلج. وده خلى الشخص ده يشكر شيو، بس شيو بيسيب له التلجايه اللي كان شايلها والحارس ده ما كانش عارف يشيلها يعني لوحده. بعد كده بيروح شيو رئيس الحرس وبيجي شخص يسلم عليهم، وهنا بنشوف جثه شخص ميت مرميه على الارض.
وهنا ليو بيجي يبص على الجثه وبيشغل التحريات بتاعته، وهو عمال بيقول ان اكيد الشخص ده انتحر. وفي نفس الوقت ده كان شيو عمال بيكلم العصفور اللي في القفص، وبعد ما شيو اتكلم مع العصفور بينده على رئيس الحرس وبيعرفه ان الشخص ده ما انتحرش، الشخص ده اتقتل. بيقوم رئيس الحرس معرفه ان الادله كلها بتاكد انه انتحر، وبيسال شيو ايه الدليل اللي عنده خلاه يقول ان الشخص ده اتقتل مش انتحر. بيرد عليه شيو وبيعرفه انه ما عندوش دليل، وده كان عصب رئيس الحرس وهو عمال بيقول لشيو ما يستخفش من الموضوع وما يجيش يهزر هنا. فبيقول لشيو وهو بيشاور على واحد انه لو مش مصدقه يروح يمسك الشخص ده ويحاول يستجوبه وهيعرف منه كل حاجه. وهنا الشخص اللي شيو شاور عليه بيطلع يجري على طول، واول لما بيجري بيقول لرئيس الحراس لواحد من الحرس بتوعه يروح يمسك التخين ده بسرعه علشان يستجوبوه. وفعلا بيقدر الحارس ده يلحق التخين ده وبيقبض عليه، وبيعترف التخين ده بعد كده ان هو فعلا اللي قتله بس من غير قصد. المهم الموضوع ده كان اثار فضول رئيس الحراس، فبيروح يسال شيو هو عارف ازاي ان التخين ده هو اللي قتل الضحيه. بيقول له شيو ان هو بصراحه كده خمن لما حس ان الشخص ده متوتر، بس هو في الحقيقه مش عايز يقول لحد على قدرته انه يقدر يتكلم مع الحيوانات، لانه دلوقتي عنده قدرتين، قدره الجليد قدره الحيوانات، والقدره اللي كان نسخها من الحارس سونج، وده شيء مش طبيعي لان المفروض كل شخص له قدره واحده بس. وبينتقل بين المشهد بعد كده للقاضي وهو قاعد بيقرا في مستندات القضيه، وبيسال بعد كده رئيس الحرس ليو اذا كان شيو فعلا خمن ان التخين ده هو اللي قتل الضحيه بالصدفه. فبيأكد رئيس الحرس ليو على كلام القاضي وبيقول له ان لغايه دلوقتي ما هوش عارف ازاي شيو اكتشف المجرم. بس بعد كده رئيس الحرس ليو بيعرف القاضي ان اكيد شيو شايف تفاصيل محدش يقدر يشوفها غيره، والكلام ده كان اثار اهتمام القاضي. المهم بينتقل بينا مشهد بعد كده لشيو اللي كان عمال بيعطس بسبب ان الصينيين والكوريين والاسيويين عامه عندهم اعتقاد ان لو في شخص جاب في سيرتك فانت هتبدا تعطس، وعلشان كده هنا شيو بيقول ان هو ما قدرش ينام امبارح بسبب كميه الناس اللي فضلوا يجيبوا في سيرته، وفضل يعطس طول الليل. بس فجاه بيسمع صوت دوشه في غرفه الامبراطوره اللي كانت عماله بتزعق وبتقول ان قطتها بتتألم بسبب الخدامه دي، وبتأمر الحراس ان هم ياخدوا الخدامه ديت ويجلدوها 500 جلده. وهنا شيو بيتدخل في الموضوع علشان حاسس انه الخدامه بريئه، وبيطلب من الامبراطوره ان هي تسيبه يبص بصه على قطتها، وده خلى المرسول ليه مصدوم من تصرف شيو. وهنا الامبراطوره بتعرف شيو ان العباقره اللي جابتهم الدكاتره المتعلمين اللي جم وشافوا القطه بتاعتها ما قدروش يعالجوها، انت يا حقير انت اللي هتقدر تعالج قطتي. بيقوم شيو معرفها ان هو ممكن يساعدها، ولو ما قدرش يساعدها فهي حرفيا مش هتخسر حاجه. وهنا الامبراطوره بتبص له بنظره دنيويه كده كالعاده، وفي النهايه بتسمح له ان هو يشوف القطه بتاعتها. وبنشوف بعد كده شيو اللي كان عمال بيبص على القطه وبيسمع هي بتقول ايه، والقطه بتعرف شيو ان رجليها وجعها بسبب دبوس. وهنا شيو بيسال البنت ديت لو كان معاها اي خيط، بتستغرب البنت ديت وبتقول له ان هي فعلا معاها خيط وبتديهوله. الخيط يا عزيزي مش حاجه تانية. واول لما شيو بيشيل الدبوس من ايد القط بينزل على الارض وبيقف تاني عادي، وده خلى الامبراطوره فرحانه اول لما بتشوف قطها كويس، وبتقول للحراس ان هم يدوا لشيو دبوس شعرها الذهبي هديه. وبينتهي بينا المشهد بعد كده في اخر اليوم. كان شيو كالعاده عمال بيقول في نفسه انه تعبان جدا لحد ما بيجي المرسول وبيقول لشيو ان هو هيستني زيارته بكره. بس فجاه بتيجي البنت اللي من اكاديميه الطب اللي كانت بتحاول تعالج قطه الامبراطوره، بتطلب من شيو انه يستنى شويه، وبنعرف ان البنت ديت اسمها شوانجا. بيسالها شيو هي عايزه منه ايه، وهي بتقوم معرفاه ان جاي هنا علشان تساله هو عارف ازاي ان رجل القطه هي اللي متعوره. بيقول لها شيو بصي الموضوع مش صعب، كل اللي عليك تعمليه انك انت تبصي للشخص العيان وتحسي باللي هو حاسس بيه فهتعرفي هو بيعاني من ايه. بس هي بتستغرب وبتقول هو بيقول ايه ده. ما بيسكتش شيو وبيكمل كلامه، بيعرفها ان هو لما بص للقط كده وشافه عمال بيلحس في ديله، هو القط كان بيلحس في مكان تاني يا عزيزي بس مش هينفع اقول. المهم بيقول لها بقى لما هو شاف القط بيلحس في ديله عارف ان القط ده رجليه بتوجعه، وده خلى شوانجا تزعل وبتقول انها لسه مش قويه وللاسف لسه محتاجه تتعلم حاجات كتير. وبننتقل بعد كده لشيو والحارس سونج لما كانوا ماشيين في الشارع، بس فجاه بيظهر شخص وبيجري كده وبيقول لشيو انه يستنى، والعجوز ده بيقع قدام شيو وبيمسك فيه. بعد كده بيفضل يمثل وبيقول لشيو ان هو كسر له ظهره وكسر له رجله وكسر له دماغه، وبيعرف شيو ان لو ما ادالوش حقه دلوقتي فهيكلم الحكومه، والحكومه هي اللي هتجيب له حقه من شيو. لكن هنا شيو كان مصدوم وبيقول له يسيب البنطلون، وفجاه بيظهر 2 من الشرطه اللي بيقولوا لشيو ان هو راجل شرير وازاي يعمل كده في رجل عجوز. بس الحارس سونج بيعرفهم ان مستحيل شيو يعمل كده، وان من الواضح ان العجوز ده بيمثل وبيحاول يحتال عليهم. ولما بيبصوا للراجل العجوز كده بيلاقوه عمال بيقول لهم ان ظهره اتكسر ومش قادر يقف على رجله يا عيني، وان هم ناس اشرار يا عيني وبيرموا بلاهم على الناس وبتتنمروا عليا علشان انا راجل عجوز وما عنديش اي واسطه في الدوله. فانا
الشرطه بتتعصب اكتر وبتقول له خلاص احنا شفنا كل حاجه وهنقبض عليك دلوقتي. ده في حين ما كان شيو عمال بيقول ان من الواضح كده ان الاتنين دول متفقين مع العجوز. وهنا كان الحارس سونج اتعصب وبيفعل قوته علشان يخلص عليهم وبيقول لهم ازاي تتجرأوا وترموا اتهامات باطله على شيو من غير دليل. لكن شيو بيديله بالرجل كده وبيقول له يهدى وبيعرفهم ان هو هيروح معاهم وبيطلب من الشرطه بعد كده في اثناء صدمه الحارس سونج ان هم يقودوا الطريق وهو هيجي وراه. وده خلى الاتنين الشرطه يبصوا لبعض كده وبيقولوا ان الموضوع مش اسهل من ما كانوا متوقعين. وبالفعل بياخدوه لسجن المدينه الشرقيه وبيعرفوا شيو ان هو يفضل مرمي هنا في السجن وما يعملش صوت. واول ما شيو بيدخل السجن كده بيقول ان هو في حياته اللي فاتت عمره ما دخل السجن، بس كان متوقع ان السجن يكون اسوأ من كده. وفي اثناء تفكيره ده بياخد باله من حاجه وبيقول لشيو ان هو جاب له العجوز علشان يقابله اللي كان بيمثل عليه قدام الناس في الشارع. وابن رئيس الضباط ده بيقول لشيو وهو عمال بيسخر منه ازاي جاله قلب ان هو يعمل كده في رجل عجوز. وهنا بدأ شيو يتعصب وبيكون لسه شيو رايح يتكلم بس فجأة بيقوم ابن رئيس الضباط ضارب الراجل العجوز في رجله. فعلى طول بيبدأ الراجل العجوز ده بيقول لشيو انك انت اللي كسرت رجلي وظهري وان هو يا عيني عاوز حقه يا حكومة. احنا بينا وبين بعض الحكومة، عاوز حقي يا حكومة، عاوز حقي يا حكومة، عاوز حقي يا حكومة. وده خلى شيو مصدوم لما بيشوف الراجل اللي عمال بيشهد زور ده، وعلشان كده بيسأل ابن رئيس الضباط هو عايز ايه من الاخر. بيقوم ابن رئيس الضباط معرف شيو ان هو هيصنع له تلج ويعطيه له عمله فضيه وهيخليه يخرج من السجن حالا. وهنا شيو كان اخد باله من حاجه، فعلشان كده بيقرب من ابن رئيس الضباط وبيقول له ان هو عايز يعرفه حاجه. بيعرف ابن رئيس الضباط ان هو شايف في وشه الهلاك وان بالتصرفات اللي بيعملها ديت فحياته هتتدمر. والكلام ده طبعا يا عزيزي يعصب ابن رئيس الضباط، فعلشان كده بيعرف شيو ان هو هيفضل مسجون دلوقتي في السجن ومش عايز من شيو لا تلج ولا عمله فضيه، لكنه هيفضل في السجن طول حياته. وفجاه يا عزيزي بيجي رئيس الضباط بنفسه اللي بيقوم قلع الحذاء بتاعه وراميه في وش ابنه ده، لان جه شخص مخصوص لشيو من القصر الامبراطوري وبيسال شيو لو كان كويس وبيأمرهم يخرجوه من السجن حالا. فعلى طول اول ما بيخرج شيو من السجن بيفضل كده يبتسم ويتريق على ابن رئيس الضباط. وهنا ابن رئيس الضباط بيفضل يقول لابوه ان شيو هو الغلطان ومش لازم يسمحوا له يغادر من المكان ده، لازم يتسجن طول حياته. بس ابوه يا عيني يا عزيزي المشاهد بيقوم مديله بالرجل في وشه كده وبيفضل يخنق في ابنه وهو عمال بيقول له انت كنت هتدمر عيلتنا. ومن الجهه الثانيه كان بيبص لشيو وبيقول له انه يقدر يغادر وبيعتذر له على كل حاجه حصلت. والشخص اللي كان جاي من القصر الامبراطوري بيطلب من شيو انه يستعجل علشان يروح معاه للقصر والا زوجات الامبراطور هيتعصبوا. فشيو هنا بيبتسم ابتسامه خبيثه وبيعرفهم ان هو فعلا لو ما كانش خرج كان حصل مشكله والامبراطور بنفسه كان ممكن يتعصب. وده خلى رئيس الضباط يعتذر لشيو مره ثانيه وهو عمال بيخنق في ابنه اللي كان عمال بيطلب من ابوه يسيبه والا هيموت. وفي النهايه بيغادر شيو ورئيس الضباط بيكون عمال بيضرب في ابنه. بنروح احنا بعد كده للقصر الامبراطوري. كانت واحده من اللي شغالين هناك بتحاول ان هي تجيب شويه هوا للامبراطور، بس الامبراطوره كانت متعصبه جدا بسبب ان الدنيا حر والهوا اللي بيعملوه عليها بيجي عليها سخن. وبتسالهم لو كان شيو وصل ولا لسه، والمرسول بيجي بيعرفها ان هو جاب شيو لحد هنا وانه اخيرا وصل وبيفضل يعتذر لها. فهنا الامبراطوره بتسال شيو هو اتاخر ليه النهارده وبتعرفه ان من شديه الحر كانت شويه كده وتتحمص زي البطاطس المقليه في الزيت. فبيعتذر لها شيو وبيعرفها ان هو اتاخر بسبب شويه مشاكل كده والحمد لله حلوها. وبيقول لها تهدى شويه وكتعويض ليها هيوريها خدعه سحريه. فبتستغرب الامبراطوره وبتساله ايه الخدعه اللي هيعملها. بيقوم شيو ماسك الميه كده وجايب البطيخه وبيدمجهم مع بعض علشان يعمل ايس كريم بطعم البطيخ. وبيقدم الايس كريم بعد كده للامبراطوره اللي بتسامح شيو لانه عمل لها ايس كريم وبتامره ان هو بعد كده يروح يعمل لها تلج. وبتقول لشيو ايه رايه بعد كده ان هو يعيش في قصر الامبراطور وبكده هو مش هيتاخر تاني عليهم. بس هنا شيو بياخد باله من حاجه عزيزي وبيحاول يعتذر لها بكل احترام، ده لانه بيقول في نفسه ان الرجاله الوحيدين اللي مسموح ليهم يفضلوا في قصر الامبراطور هم الرجاله اللي ما بيخلفوش، وهو عايز يتجوز يا عزيزي وعايز يخلف مش عايز حد يقطع منه حاجه. وهنا الامبراطوره كانت عارفه هو بيفكر في ايه بالظبط، فبتعرف شيو ان هي حته ضربه هتقطع حماده وبعد كده مش هيحس تاني بحاجه. وهنا شيو كانت صدم وترعب يا عيني وبيعتذر لها وهو بيعرفها انه له الشرف انه يفضل في قصر الامبراطور بس هو محتاج انه يخلف يعني علشان في جواز مدبر ما بينه وما بين اني اخت ايري. وبعد كده شيو بيروح للجناح بتاع مينجي انه اول ما بيشوف الاميره ديت بيبقى عايز يمسكها كده ويفضل يضرب فيها بس لازم يمسك نفسه والا هيخلصوا عليه. المهم بتروح له مينجي كده وبتساله هي اسمه ايه. بيقوم شيو معرفها ان اسمه شيو وهي هنا بتساله لو كان هو شيو اللي هيتجوز اني من عيله تشاو. فبيقوم معرفها شيو ان هو فعلا الشخص اللي مخطوب لاني وهي هنا بتقول له انه شكله كويس لكنه ما يستحقهاش. فطبعا علشان شيو مش عايز
عايز يتجوزها من الاساس بيعرفها ان اني جميله جدا وقويه كمان وهو ما يستحقهاش. المشكله يا عزيزي المشاهد ان هو اصلا ما شافش مين هي اني دي، وهنا هي كانت اتعصبت لانها بتعتقد ان شيو بيتريق عليها بطريقه معينه، بتتعصب اكتر منه. وبعد كده بتعرفه انه يعمل تلج ويغور من هنا، وبالفعل شيو بيعمل التلج وبيغادر المكان. وفي اثناء ما كان شيو مروح مع ايري بيسالها مين الاقوى، هي ولا الاميره مينجي؟ بتقوم ايري معرفاها ان هم ما واجهوش بعض قبل كده، وبتعرفه كمان انه لازم يبعد عنها لان القدره بتاعت مينجي هي النار واللي تبقى عكس قدرتهم هما الاتنين تماما. بيقوم هنا شيو مقطع كلامها وبيعرفها انه على الرغم من انهم ما تنافسوش قبل كده الا انه حاسس ان ايري اقوى من الاميره مينجي، وده كان اثار فضول ايري وبتساله ليه. بيقوم شيري معرفها اولا ان ايري ابيض منها بشويه وهي قصيره وانتي طويله، ورغم ان انتوا الاتنين في نفس السن الا ان ايري عندها حاجات مش عند الاميره مينجي. وبتكون ايري راح تسال شيو ايه اللي عندها مش عند الاميره مينجي، بس هنا شيو بياخد باله من حاجه. بياخدوا بالهم ان في شخص بره عمال بيغني وكانت بنت بتبص عليهم من الشباك وهي عماله بتغني. وبنشوف في اليوم اللي بعد كده شيو رجع لنفس المكان اللي كان سمع منه البنت اللي كانت عماله بتغني، وهو عمال بيتساءل عن الشخص اللي كان عمال بيغني امبارح، فعلشان كده بيقرر انه يدخل يشوف المكان ده وبيلاقي ناس عمالين بيرقصوا وبيغنوا. فهنا حس ان الموسيقى والرقص بتاعهم كويس الا انه مش زي الصوت اللي سمعه امبارح، وعلشان كده بينده على مدير المكان اللي بيروح لشيو وبيساله هو عايز ايه. بيقوم شيو معرفه ان هو عايز مسرحيه، وبيسال مدير المكان هتكلفه قد ايه. بيقوم المدير معرفه ان اللي هتكلفه المسرحيه الواحده 20 عمله منخفضه، وهنا شيو بيقوم موافق، بس بيعرف مدير المكان ان هو عايز شخص يغني له اغنيه معينه، لكن اللي هيغني الاغنيه ديت هتكون بنت، يعني ممنوع يجيب له رجاله علشان يغني. فبيقوم المدير معرفه ان هو ما ينفعش يطلب الخدمه ديت لان دي تعتبر خدمه خاصه، وكمان ما ينفعش يخلي البنات بس هي اللي تغني له. بيقوم شيو معرفه ان هو هيدفع له اكتر، بس هنا المدير بيقول له والله يا بيه احنا مش بتوع فلوس، لحد ما شيو بيقوم مطلع له عمله فضيه في اثناء صدمته. فعلى طول وبدون اي مقدمات بيروح ينده على البنات وبيقول لهم يجوا بسرعه. وهنا شيو بيقوم قايل حكمه يا عزيزي تحطها حلقه في ودانك. الحكمه ديت وهي ان الفلوس بتحل كل المشاكل، ولو الفلوس ما حلتش مشكلتك ده معناه ان انت ما معكش فلوس كافيه. المهم مدير المكان بيعرف البنات ان السيد شيو عايز يعلمهم اغنيه معينه، بس هم كانوا خايفين من شيو في البدايه وكانوا بيعتقدوا ان هو ممكن يأذيهم او يستغلهم، لحد ما بتيجي واحده كده وبتعرفهم ان هي موافقه انه يعلمها، وديت بتكون البنت اللي شفناها قبل كده في الليله اللي فاتت اللي كانت عماله بتغني. نفس الكلام برضه شيو كان لاحظ انها نفس العيون اللي كانت بتبص من الشباك امبارح. وبالفعل بيروحوا هما الاتنين في قاعده الاستقبال. هناك بيسالها شيو ليه هي مش خايفه منه على عكس زمايلها، فبتقوم معرفه شيو ان هي ممكن تخاف من اي حد الا هو، ده لانها كانت موجوده لما كان شيو بيدافع عن قضيه البنت اللي كانت انتحرت، وبتقول له ان هي شايفه انه راجل طيب فعلشان كده مش خايفه منه ولا يمكن يعمل كده. بعد كده شيو بيشكرها على ثقتها فيه وبيبدا انه يعلمها الاغنيه اللي كان عايز يسمعها بصوتها، وهي بالفعل بدات تتعلم الاغنيه بتاعته وبدات انها تغنيها كمان. وهو هنا بدا يدمع بقى ولا انه متاثر علشان حس ان صوتها بتفكره بالفنانه مجدي كلثون، وبيبدا يشكرها وهو متاثر، في حين ما هي كانت مستغربه ليه هو بدا يعيط لما سمع الاغنيه بتاعته. ويعرفها ان هو خلاص كده هيغادر النهارده ومش عايز يتقل عليها لكنه هيرجع في وقت تاني عشان يسمع الاغنيه ديت بصوتها. فبتبدا ان هي تودعه، لكنه اول ما بيخرج من الباب بيلاقيها بتقع على الارض، علشان كده بيروح يشوفها لو كانت كويسه، وهي بتعرفه ان هي بس محتاجه تنام شويه عشان ترتاح. بس هو لما بيلمسها بيقدر ان هو ينسخ قدرتها، وبعد كده بيعرفها ان هو هيطلب لها الدكتور. بس في اثناء ما هو كان ماشي كان مستغرب كده لانه ما كانش حاطط في دماغه انه ينسخ القدره ديت اصلا، وان القدره ديت ممكن تساعده في المستقبل على فهم الاغاني وتحسين صوته او حاجه زي كده. في اليوم اللي بعد كده بنشوفه هو راجع للقصر الامبراطوري علشان يعمل تلج لمراتات الامبراطور، لكنه سمع صوت الامبراطوره وهي عماله بتهدد كل الخدم ان هم لو ما عالجوش القطه بتاعتها حالا هتخلص عليهم كلهم. فبيقول في نفسه كده ان من الواضح جه في وقت غلط، وعلشان كده بيقرر ينسحب انسحاب تكتيكي ويغادر المكان على طول. بس للاسف يا عزيزي بتنادي عليه مرات الامبراطور وبتعرفه انه جه في الوقت المناسب. ده في اثناء ما هو كان متضايق وبيقول ان هو ملحقش يهرب للاسف، فعلشان كده بيروح يسالها هي عايزه ايه، وهي بتطلب منه يروح يبص على القطه بتاعتها. والدكتوره بتعرفه ان هي فحصت القطه بس ما لقتش فيها اي مشكله لا خارجيا ولا داخليا. بس شيو اول ما بيمسك القطه بيستخدم عليها مهاره التكلم مع الحيوانات، وبيسمعها وهي عماله بتقول ان هي حاسه بالملل في القصر، حرفيا بقت حافظه كل الاماكن في القصر وزهقت من المكان، عايزه تخرج وتشوف الاماكن اللي في العالم. وهنا شيو بعد كده بيعرف الامبراطوره ان هو عارف مرض القطه، وبيعرفها ان مرض القطه بتاعتها ان القطه بس كمنها فضلت فتره طويله جدا في القصر فهي زهقت عندها ملل واكتئاب. فبتساله الامبراطوره لو كان في اي علاج للاكتئاب. بيقوم شيو معرفها ان هو علاج الاكتئاب حاجه بسيطه جدا، ان القطه بتاعتها تخرج تتفسح وتشوف العالم. بس الامبراطوره لما بتسمع الكلام ده بتتضايق وبتزعل شويه، وبعد كده بتغادر المكان وهي زعلانه. بس قبل ما بتغادر بتؤمر واحده من الخدم بتوعها اللي كانوا فضلوا يلعبوا مع القطه لمده سنه
نفسها انها تاخد وتفسح القطه بتاعتها، وبتقول كمان قبل ما بتغادر في نفسها كده ان مش بس القط بتاعها هو اللي مسجون في القصر. المهم بعد كده لما بيخرجوا القطه بره القصر فبترجع لصحتها وحيويتها تاني وهي مندهشه من العالم الواسع ده، وكانوا كلهم فرحانين ومش مصدقين ان الحل بتاع شيو طلع بجد. بس بعد كده شيو بيقطع كلامهم وبيطلب من الدكتوره ان هي تروح معاه علشان يعالجوا شخص معين. بنرجع تاني للمكان اللي كان فيه كابي، وكابي ديت البنت اللي كانت بترقص وتغني لشيو من شويه. كان في تجمعات كتير جدا لناس، وده اللي كان مخلي شيو مستغرب، وبيطلع ان سبب كل التجمعات والمشاكل ديت هو ابن رئيس الضباط اللي كان متعصب ان كابي مش هترقص له وتغني له. ده في حين مكان اللي شغال في المكان عمال بيعرفهم ان كابي مريضه وتعبانه وعلشان كده مش هتقدر ان هي تغني ولا ترقص. وفجاه بيظهر شيو من وراه، فاول ما بيظهر شيو كده بيخاف ابن رئيس الضباط وبيسال شيو هو بيعمل ايه هنا. بيقوم شيو قايل له انت اللي بتعمل ايه هنا، وبيهدد ابن رئيس الضباط انه لو ما مشاش حالا فهينادي على ابوه علشان يعمل معاك جلاشه. وبعد الكلمتين دول مباشره يا عزيزي بيطلع ابن رئيس الضباط يهرب من المكان. وطبعا الناس هنا بعد ما شافوا المنظر ده ان ابن رئيس الضباط بذات نفسه خايف من شيو بداوا كلهم يتفرقوا وكل واحد بيروح لحاله. المهم بالنسبه لشيو بياخد الدكتوره وبيروح علشان يشوف كابي، واول ما الدكتوره بتفحص كابي بتصحى كابي وبتسالهم هو ايه اللي حصل. فبيقوم شيو معرفها ان هي فقدت وعيها علشان كده راح يطلب من الانسه جوينجي انها تيجي تعالجها. والدكتوره جوينجي بتعرف كابي ان هي ما فيهاش اي مشكله، ده في اثناء ما كانت كابي مندهشه وهي بتقول ان هي استعدت حيويتها. فبيعرفها شيو ان ده المتوقع من احسن دكتور عندهم، وبيفضل يتملق في الدكتوره اللي كانت محرجه اصلا من كلامه ومدحه. المهم بعد ما بتغادر الدكتوره ما بيفضلش غير كابي وشيو لوحدهم، وهي كانت عماله تشكر في شيو وكتقديرا منها بسبب انه جاب لها دكتوره، فالمره الجايه لما تيجي تغني له مش هتاخد منه فلوس. وشيو بيعرفها ان على الرغم من ان هي صوتها حلو ولا يقدر بثمن ومن اعز اصحابه الا ان هو عنده استعداد يدفع فلوس ليها علشان يسمعها وهي بتغني. طبعا بعد الكلام ده عزيزي اتحرجت كده وهي بتقول انه شيو بيعتبرها من اعز اصحابه. بس بعد كده شيو بيقطع تفكيرها وبيسالها لو كانت عارفه هي اغمى عليها ليه. فبتسال شيو لو كانت الدكتوره عرفته. بيقوم معرفها ان الدكتوره قالت التشخيص الطبي بتاعها لكن ما قالتش ايه السبب، وبيعرفها شيو ان هي عندها حاله خاصه. فهنا هي بتستغرب وبتساله ايه الحاله الخاصه اللي عندها. فبيبدا شيو ان هو يفهمها ان هو صوتها احسن من اي حد، ولو هي خدت بالها النهارده وهي بتغني له فهتلاقي ان هي استخدمت طريقه مختلفه وبدات تغني له باستخدام السحر، فعلشان كده فقدت طاقتها باسرع من المعتاد واغمى عليها بسبب ان هي فقدت جزء كبير جدا من طاقتها. وهنا هي بتقتنع بكلامه بس بتعرفه ان هي من وجهه نظرها مفيش اي فرق ما بين لو دمجت صوتها بالسحر او ما دمجتوش بالسحر. بس شيو بيقول لها لا لو انت دمجتي طاقتك بالسحر فاحتمال تكوني مشهوره جدا والناس تدفع ملايين علشان يسمعوا بس اغنيه من صوتك. وعلشان كده بتساله ازاي هتقدر تدمج قوتها بالسحر بشكل كويس. بيقوم شيو معرفها ان هو المره الجايه لما يروح اكاديميه الفنون القتاليه هيبقى يجيب لها تقنيات لسحر الصوت علشان تقدر تتعلم من السجلات القديمه. وبعد كده بيغادر شيو في اثناء ما كانت هي والمدير واقفين بره بيبصوا عليه. المدير هنا بيعرفها ان شيو شخص مميز وبينصحها ان هي تحاول تقرب منه ويمكن تكسبه وتتجوزه، وساعتها هتكون ضمنت حياتها لانه عارف الناس المميزين لما بيشوفهم. وبيعرفها ان هو حاسس من حاله شيو انه مش زي اي حد شافه قبل كده. بس هي بتقول له للاسف وهي زعلانه كده ان اكيد شخص مميز زي شيو هيتجوز واحده مميزه، وانها على الاقل في الوقت الحالي هتقدر انها تغني له بس. وفي اليوم اللي بعد كده بنشوف شيو والمرسول لي وهم رايحين للامبراطور علشان الامبراطور كان عايز يدي هديه ومكافاه لشيو على العمل بتاعه. لما بيوصلوا هناك بيبداوا يسلموا عليهم، والامبراطور كان موجود مع زوجته كو. المهم الامبراطور بيعرف شيو ان هو لو كان عنده اي طلب او مكافاه عايز ياخدها يطلب منه وهو هيجيبها له. فهنا شيو بيتوتر كده وبيقول ان هو خايف يطلب حاجه غاليه جدا فالامبراطور ما يعملهاش، وخايف يطلب حاجه رخيصه فيضيع منه الفرصه دي. بس هو كان نفسه في بيت يكون قريب من القصر. وهنا زوجة الامبراطور كو اخدت بالها من حاجه، فبتروح تقترح على الامبراطور ان هو يشتري بيت لشيو ويكون البيت ده قريب من القصر، اهو بالمره لو احتاجوا ان شيو يعمل لهم تلج يكون قريب منهم. فهنا الامبراطور بيقتنع بوجهه نظرها وبيطلب من المرسول ليه انه يروح للسجل المدني ويختار من هناك بيت لشيو يكون قريب من القصر. وشيو بيشكره على المكافاه ديت في حين ما كان عمال بيقول في نفسه ان هو مبسوط جدا وبيحب زوجة الامبراطور كو وهيفضل مدين ليها طول حياته وبيحبها جدا لانها وفرت له فلوس كتير جدا، وبيقول كمان في نفسه ان هو هيفضل يحبها لحد ما تموت. وهنا الامبراطور بيستغرب ليه مراته عماله بتبتسم ومبسوطه، فبتعرفه ان هي بس افتكرت حاجه ضحكتها، لكن في الحقيقه هي عندها قدره قراءه الافكار وكانت بتقرا افكار شيو دلوقتي. المهم بنروح احنا لشيو اللي كان عمال بيقول ان اكاديميه الفنون القتاليه هتبدا يومها الدراسي من اول بكره. وبالفعل في اليوم اللي بعد كده بيروح شيو وبيلاقي ان الناس عندها قدرات رهيبه، اللي بيقدر يضرب نار من بقه واللي بيقدر ينط في الهواء فبيطير، ومهارات كتير جدا لفتت انتباهه في المكان. وهنا دي كانت اكتر حاجه مفرحاه يا عزيزي، مهارات كتير جدا يعني هيقدر ينسخ مهارات اكتر. بس فجاه بياخد باله ان
الناس كلها متجمعه حوالين ايري، وهو بيقول شكل الكل متفق ان ايري فعلا جميله. بيقطع تفكيره واحد بيساله فين ايري، فبيقوم شيو معرفه ان هي هناك كده، واول ما بيبص لها بيعترف هما الاثنين انها اجمل واحده في المكان. بعد كده شيو بيحس ان الشخص ده شبهه، فبيساله اسمه ايه. بيعرفوا الواد ده ان يبقى اسمه بينج وهو يبقى اسمه شيو. فبيبدا بينج هنا يقدم احترامه لشيو، وبيعرف شيو انه اكيد طالما دخل الاكاديميه فاكيد هيكون شخص عظيم في المستقبل. بس شيو بيقول له لا عظيم ولا بتنجان، انا اصلا قدرتي الجليديه لسه مكتشفها من قريب، ويا دوب قدرتي ديت متواضعه جدا. وبيعرف بينج كمان ان هو جاي هنا علشان يتسلى. بيقوم بينج قايل له ان هو برضه يعني للاسف بيتسلى هو كمان رغم ان هو ايقظ قدره الرعد. وهنا بتلمع عيون شيو كده وبيقول قدره الرعد، انا لازم انسخ القدره دي. فعلشان كده بيروح يقرب من بينج كده وبيقول له ايه، احنا شكلنا هنكون صحاب يا اسطى. ده في حين ما كان شيو عمال بيقول في نفسه انا لقيت كنز، قدره الرعد الاسطوريه هتكون ملكي قريب. في وسط التفكير الشيطاني بتاع شيو ده بنلاقي ان ايري واميرة النار عمالين بيبصوا لبعض كده والاتنين متضايقين. فبيقرر شيو انه يسلم عليهم، بس الاميره مينجي بتبص له كده نظره احتكار. فبعد النظره ديت طبعا بيعتذر لها شيو لو كان ضايقها ولا حاجه، وهو عمال بيقول في نفسه هو في ايه، انتوا جايين تهزقوني هنا ولا ايه؟ انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ المهم الاميره مينجي وايري بيبصوا لبعض كده، الاتنين مش طايقين بعض. عزيزي ايري مش بتحب الاميره مينجي علشان بتعتقد ان كل الشباب بيحبوها، نفس الكلام بينطبق على الاميره مينجي مش بتحب ايري علشان بتعتقد ان كل الشباب بيعتقدوا ان ايري جميله. المهم بعد كده شيو بيحاول يغير الموضوع وبيسال بينج هما كانوا واقفين فين. فبيقوم بينج معرفه ان احنا كنا بنقول ان ايري هي اجمل واحده في المكان. بس شيو كده بيقوم مقرب منه وهو متوتر وبيقول له بقول لك ايه يا اسطى، بلاش نتكلم في المواضيع دي هنا علشان ما نموتش احنا الاتنين. بس بعد كده بيكملوا كلام فاكتر حاجه بيحبوها في البنات. انا عزيزي في اللي بيحب وفي اللي بيحب وفي اللي بيحب فطبعا هنا الاميره مينجي كانت سمعتهم وهي بتقرب منهم كده بقدرتها الناريه وكانت على وشك انها تولع فيهم. تسالهم لو كانت هي دي الحاجات اللي بيحبوها في البنات بس. وطبعا علشان هما الاتنين يعيشوا وما يموتوش النهارده بيعرفوها طبعا ان احسن حاجه في البنت هي روحها. ومينج بعد كده بيستاذن شيو علشان ما يموتش وبيغادر بسرعه من المكان. بالنسبه لشيو فهو كمان بيروح يقرب من ايري علشان على الاقل تحميه، وايري بتعرفه ان هو يخلي باله من الاميره مينجي علشان البت دي عبيطه وممكن تحرقه. وبعد كده بنشوف شيو بعد ما لبس زي الاكاديميه بيروح يقابل بينج بعد كده، في حين ما بينج كان مستغرب وبيسال شيو هو ليه مسجل في دروس فنون القتال. وبيقرب كده من شيو وبيقول له بقول لك ايه يا اسطى، ما تقوليش انك سجلت في الدروس ديت علشان تشوف البنات. بس شيو بيستغرب كده وبيقول له بنات ايه يا معلم. وفجاه عزيزي بيبص شيو كده قدام شويه وبيشوف البنات، ومن الواضح كده ان الاثنين دول هيكونوا اصحاب جدا في المستقبل. المهم بيجي بعد كده الكابتن سان اللي بيعرفهم ان هو اللي هيدربهم هنا على فنون القتال، وبيعرفهم كمان ان هو هيتعامل معاهم كانهم جنود في الجيش، يعني اللي مش هيقدر يستحمل يغادر المكان على الفور. وبيسالهم لو كان في شخص معترض يغادر ويرفع ايده، بس كل الطلاب هنا بيعرفوه ان مفيش حد هيغادر وكلهم موافقين. وهنا المدرب بيعرفهم ان هم اللي اختاروا، وعلشان كده هيشوفوا مين اللي هيقدر يستحمل. بعد نص ساعه بيامرهم ان هم كلهم يقلعوا هدومهم. فشيو قبل ما بيقلع هدومه كده بيظهر العضلات بتاعته، وده اللي خلى بينج مستغرب وبيقول له انت عندك العضلات دي كلها منين يا اسطى. بيعرفوا شيو ان هو فضل يتدرب كل يوم يرفع طوب واحجار ويزق في عربيات ويرفع حديد، بس في الحقيقه العضلات دي طلعت له بسبب ان هو نسخ قدرات الحارس سونج. المهم بينج بيقطع تفكير شيو وبيقول له بقول لك ايه، احنا شباب زي بعضين، انت اكيد عندك العضلات ديت علشان تقدر تشقط بنات في المستقبل صح ولا لا. هو بيفضل يحسد في شيو يا عزيزي. فهنا شيو كان عمال بيقول احي امال هيعمل ايه لما يعرف ان انا في المستوى المتقدم وبقدر استخدم السحر والقوه. فعلشان كده بيقرر شيو انه ما يعرفش مينج انه بيقدر يستخدم سحر الجليد وقوته في المستوى المتقدم. وفجاه الكابتن سان بيقطع تفكيرهم وبيسالهم لو كان في حد فيهم اتدرب على الفنون القتال قبل كده. بس هنا شيو اخد باله من حاجه، لما الكابتن سان حط ايده على كتفه النظام ما اشتغلش ونسخ قدرته، وده معناه ان الكابتن سان ما عندوش قدره. المهم مينج بيعرف الكابتن سان انه كان بيتدرب شويه، وبالنسبه لشيو فبيقول للكابتن سان انه كان بيرفع حديد. فبيعرفهم الكابتن سان ان من اليوم ورايح بما ان هو حاسس ان انتوا الاثنين مميزين فهيدربهم اسوأ التدريب وهيحاول يخليهم اقوى الاقوياء ويشوف لو كان اجسادهم هتستحمل ولا لا. وبعد ساعتين من التدريب يا عزيزي بيكون كل الطلاب بياخدوا استراحه بسبب ان هم ما عادوش قادرين يتنفسوا، بس البنات كانوا هيموتوا على جسم شيو وعمالين بيقولوا ان شكله قوي جدا ومميز وكمان وسيم، وبداوا يحلموا في ان هم هيتجوزوه وبيسالوا بعض كمان لو كان متجوز ولا لا. بس بعد كده بيكتشفوا انه هو يكون مخطوب لاني اخت ايري. فبتيجي واحده كده زي السحليه العقربه والبت دي بيكون اسمها نيني. نيني ديت بتقول لهم ان اني في العاصمه دلوقتي، وايه يعني لو هي قدرت ان هي تخلي شيو يحبها.
وبتبدا البنات تسال نيني لو كان عندها اي معلومات عن شيو، بس هي بتقول لهم ان هي مش محتاجه معلومات، وبتقول لهم ان هي اعجبت بشيو، شاب وسيم وقوي وعنده سحر وكمان من عيله محترمه، اكيد لو هي خدته من اني فهي كده هتقدر تنتقم من اني، هيكون ده اكبر وسام عار في عيله اني ان هي قدرت تاخد خطيبها. وهنا شيو الغلبان وهو كان عمال بيتدرب بيحس كده ان جدته بترتعش، حاسس ان في حد بيراقبه من بعيد، لكنه لما بيبدا يبص يمين وشمال حواليه ما بيلاقيش حد. وفي نهايه اليوم الدراسي وفي اثناء ما كل الطلاب خارجين من الاكاديميه بتيجي نيني زي العقربه كده تعمل نفسها بتقع قدام شيو، وشيو علشان راجل محترم وشخص شهم بيمسكها كده وبيسالها لو كانت كويس، فالعقربه بتعمل نفسها محرجه يا عيني وبتقول له انها كويسه.